انا عايز اقول لكم ان الطريقه دي اول طريقه اتعلمتها للبيتزا لما كنت شغال في المطاعم. النهارده قررت اعملها لكم مع صوص البيتزا الحدوته ده، وسهل وبسيط واي حد يقدر يعمله. نحط في العجان نص لتر ميه دافيه ومعلقه كبيره من كل الحاجات اللي انا اقول لكم عليها دي، لبن بودر وسكر وخميره وملح و100 جرام من زيت الزيتون، ونقفل ونضرب ضربه حلوه لحد ما كله يكون واحد. بعد كده نحط كيلو من الدقيق، وممكن نسيب شويه على جنب عشان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني، ونركب دراع العجين ونقفل ونضرب 3 4 دقائق لحد ما العجينه تلم معانا وتطلع بالحلاوه. الحله بتاعتنا نضيفه يبقى العجينه بتاعتنا تمام. وانا عاوز اوريكم الملمس بتاعها عامل ازاي. نحط شويه زيت زيتون في الحله ونبدا نغطيها ونسيبها ساعه تتخمر. نعمل صوص البيتزا في اي صينيه تدخل الفرن، نحط قطع طماطم وشرايح توم وزعتر فريش وزيت زيتون وملح وفلفل، ونقلب تقليبه حلوه والله حدوته مدلعكم، ونقفل. بعد كده ندخلها الفرن لحد ما تستوي. العجينه بتاعتنا اتخمرت وجاهزه، نبدا نلمها ونقطعها على 6 قطع. وانا عايز اقول لكم ان كيلو الدقيق بيعمل 6 قطع. نبدا نقطعها قطع صغيره ونسيبها على جنب، ونرش شويه دقيق عشان الوش بتاعها ما ينشفش. اهم من الشغل ظبط الشغل. انا بتعامل معاكم كاني بعملها في المطعم اللي كنت بشتغل فيه بالظبط. ونبدا نفرد البيتزا، ولو عندكم اطفال خليهم يشاركوا معاكم بالتفاصيل الحلوه دي. والصينيه نحط فيها شويه زيت ونبدا نحط العجين ونعمل الكميه كلها بنفس الطريقه. والله وحشتني الايام لما كنت بلعب بالعجينه وانا بعمل البيتزا. وبعد ما نخلصها نغطيها ونسيبها نص ساعه تستريح. نجيب كيس ثلاجه نحط فيها العجينه ونطلع منها الهواء، دي اهم حاجه، ونحطها في الفريزر وقت ما نعوز نطلع ونفرد على طول. وانا بوريكم الحاجه اللي كنت بعملها في المطعم. والله الطماطم بتاعتنا خلصت، هنبدا نحطها في اي حاجه نضرب فيها ونحط عليها شويه سكر وبالهاند بلندر نفرمها خالص. وكده الصوص جاهز معانا والعجينه جاهزه معانا. هنبدا نعمل لها حرف كده بصبعنا وبشوكه نبدا نخرمها. نحط الصوص ونوزع، والجبنه والفلفل الالوان والسلامي وشويه زيتون وزعتر فريش، وعلى الفرن شغال على 180 20 دقيقه وعينك عليها. وانا عايز اقول لكم تشيلوا حاجات تحطوا حاجات براحتنا، المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا. انا عملت شويه بالفراخ وعملت شويه بالسلامي، احنا ممكن نعملها بالسجق، نعملها باللحمه، نعملها بالجمبري، نحط عليها تونه براحتنا. اكلتك ودلعها. والبيتزا بتاعتنا خلصت. احنا عملنا الكميه دي كلها ارخص من بره واحلى من بره والمكونات اللي احنا بنحبها. وبس كده يا سيدي، كل وادعي لي واعمل سيف للحلقه دي، وتاكد انك عامل لي فولو على الانستجرام عشان في دلع جاي. سلام.